سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم بالف خير. اليوم غادي نديروا واحد الوصفه كتجي بنينه بزاف وكنتمنى انها تعجبكم. غادي نحتاجوا 5 معالق ديال الرز العادي، غادي نزيدوا عليهم علبه ديال الثوم. هنايا انا راه خليت شويه ديال الزيت ديال الثوم. من بعد غادي نزيدو عليهم 2 بيضات مسلوقين بطبيعة الحال. غادي نديرو نص بصيلة صغيرة تكون مقطعة رقيقة. غادي نزيدو كذلك شويه ديال الربيع، الا ما كيعجبكمش الربيع تقدروا ما تستعملوش. وهنا انا درت جبن ديال الماعز. يمكن لكم تعوضوا جبن الماعز ب2 كاريات ديال الفرomاج او 2 مثلثات ديال الفرomاج. غادي نديرو الابزار، غادي نديرو الملحه، وغادي نبداو نكرازيو في هذا في المعقودات ديالنا اللي غادي نصوبوا بها لي كروكيت. هاد الوصفه كتجي لذيذه وزوينه وصحيه، خصوصا انني غادي نطيبها في الهير فراير، يعني ما غاديش تجي فيها نقطه ديال الزيت. زيت البنات ما قلتش لكم بالله راني درت الملحه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. غادي نصوبوا بهم كويرات، ومن بعد غادي نديروا ليهم هذا لا شابلور او البيض. بطبيعه الحال البيض هو الاول عاد باش لا شابلور، وغادي ندخلوهم للهير فراير يطيبوا. بطبيعه الحال يمكن لكم هذا تقليوهم في الزيت، ولكن انا استعملتهم في الهير فراير كيجيو زوينين. كذلك يمكن لكم تدخلوهم الفران. صدقوني هاد الوصفه كتجي غزاله ولذيذه بزاف وصحيه. أه وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا راني غادي ندخلهم للاير فراير. راني درتهم يتقلاو كيف ما كتشوفوا معايا لمده 40 دقيقه، وهذا هو الشكل ديالهم وبصحه والراحه. وكنتمنى ان الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. سلامه.